وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا كلام الله سبحانه وتعالى. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تعلم العلم، ما كنت تعلم هذه الروحانيات وهذه المشاعر الإيمانية، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. لا حزن مع القرآن، لا يأس مع القرآن. أعطوني واحد مسك القرآن تأمل في سورة من سوره وخرج منها يائس. لما يقرأ ألم تعلموا أن الله، يقرأ في آيات يبين الله سبحانه وتعالى فيها قدرته، فيها عظمته، فيها سطوته، ثم ذلك الهم الصغير الذي يحمله في حياة ربما لا تتجاوز 60 سنة، مع ذلك العمر الذي عاشه 30-20 سنة وأمامه 30-40 سنة، والله يستصغر هذا الهم ويعلم أن الله أكبر من هذا الهم. أعطوني مريض يائس ويقرأ وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر. أي فأل ينزرع في قلبه، أي روح تنخلق في جسده، تلك الروح تتجدد مع القرآن فيعود، والله ما يفقد الأمل بالله سبحانه وتعالى. مريضا لو كان فيه أمراض الدنيا ما يفقد الأمل بالله سبحانه وتعالى، وينسكب في قلبه أمر مهم، الرضا والتسليم. أعطوني عقيما، امرأة عقيم تفتح المصحف بعد أن فقدت كل الآمال بالبشر، ما تركت مشفى إلا وذهبت له، والكل بالتقارير لا يمكن وتقرأ زكريا عندما يدخل على مريم العذراء ويجد لديها فاكهة الشتاء في الصيف، يدخل عليها في الصيف فيجد فاكهة الشتاء، ويدخل عليها في الشتاء فيجد فاكهة الصيف، ويسألها وهو كفيلها يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. شوفوا يا الله القرآن كيف يبث الأمل، هو من عند الله العظيم. المستحيلات الذي تظنها في عقلك ممكنة عند الله سبحانه وتعالى، مسبب الأسباب، مقدر الأقدار، خالق خلقه من تراب، أمره نافذ، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. كلمة يقين بثتها مريم إلى ذلك الرجل العظيم زكريا في لحظة. تعرفون زكريا كان يقولون أنه احدودب ظهره وكبر سنه وأصبح في عمر لا يستطيع فيه حتى أن يعيش إلا بهذه الصفة، صفة الشيبة وصفة الكبر، وامرأته لا تلد وكبيرة في السن، في بعض التفاسير أنه بلغت 90 وهي بلغت 70. إلا أن هذه الكلمة إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه. يا الله شوفوا الكلمة، راح خلاص ترك، عارف أنه هذه أسباب كلها أسباب، لكن الله مسبب الأسباب. ذهب زكريا واختلى بنفسه، أقرب ما يكون العبد لربه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، لإحاطة ذلك المكان السجود
بالذلة، اثنين بالخلوة مع الله سبحانه وتعالى. انت لو واحد مناسق معك في السجود انت مختلي بالله سبحانه وتعالى، فأكثروا فيه من الدعاء. الخلوة هذه، فكرة الخلوة ترى محل إجابة الدعوات. الله سبحانه وتعالى في سورة مريم يقول يا الله زكريا، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. انت لما تفتح المصحف امرأة عقيم مثلا يئست، شوفوا الكلمة لما تفتح المصحف مثلا امرأة عقيم ما تريد مثلا، تفتح وتقرأ ذكر رحمة ربك عبده زكريا، هي ستتعلق بمن؟ كأنها رسالة من رب العالمين لها في تلك المعضلة اللي أرقتها مجتمعيا. الحريم يقولوا لها هذه يشبه ما ولدت، العيب فيها، معروف الكلام عند الحريم. والرجل يعني زوجها نفسه يشوف له أبناء يحملون نسبه، ضغط اجتماعي في كل اجتماع لها مع النساء ونظرات النساء. من يرحمها؟ ولا لن يرحمها طبيب. الله سبحانه وتعالى يقول لها ذكر رحمة ربك عبده زكريا. اسمع يا فلانة رحمتي بزكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا. وتفتح هي مثلا تفسير ابن كثير وتشوف صفات زكريا، كبير في السن، طاع، زوجته لا تلد، تشاركت معها في الصفة. لكن حالات وظروف زكريا أكبر من ظروفها هي ربما تكون مريضة لكنها شابة مثلا، وحتى لو كانت كبيرة لكن لن تصل إلى تلك المعضلة اللي كان يمر بها زكريا وزوجته، تشاركا في ذات المعضلة. إذ نادى ربه نداء خفيا. شوفوا الآن، شوفوا استعراض يا الله، استعراض إيش؟ الحالة. الله سبحانه وتعالى يحبك متذلل كذا. أحد السلف كان يقول طرقت كل الأبواب ووجدت أبواب الله سبحانه وتعالى، أبواب الله عظيمة كثيرة، باب يعني مثلا الفقر إلى الله سبحانه وتعالى، الذلة، الصدقة، الصيام، الصلاة. يقول فكلها وجدت فيها ازدحاما والناس فيها قطعوا أشواطا وكلها تقربني إلا أني وجدت أقرب باب الذلة، فما أن وضعت قدمي حتى أخذني وانتشلني وحقق لي مرادي. إيوه أنت تدخل على باب الله سبحانه وتعالى ذليل، يا رب حاجتي، يا رب مسكين، يا رب ضعيف، أنا الخطاء، يا رب ذوبني الحياء بين أني أطلب المغفرة وبين أني أطلب حاجتي، لكنك أنت الله، أنت الله العظيم، عظيم في شأنك، لا يشغلك شأن عن شأن يا رب. فهذه المرأة لما تدخل على الله سبحانه وتعالى مثل ما دخل زكريا من باب الذلة والمسكنة وعرض الحاجة، نعرض حاجاتنا عليك يا رب. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. يا رب شفيتني، أنا المسافر الذي رددته فلك الحمد، يا ربي أنا المريض اللي شفيتني فلك الحمد، أنا يعني المحتاج الذي أعطيتني فلك الحمد، أنا الطريد الذي آويتني فلك الحمد، أنا المحتاج الذي أعطيتني فلك الحمد. يا ربي ما دعوتك إلا واختزلت لي دعوة فجعلتها في يوم القيامة أو صرفت عني بها سوءا أو حققتها لي، لن أكن بدعائك ربي شقيا. شوفوا الفعل. وبعدين ذكر السبب. ممكن وإني خفت الموالي من ورائي. زكريا الآن يقول سبب الدعاء، يا رب أنا مسكين ضعيف وهن العظم مني اشتعل رأسه شيبا وما دعيتك إلا أجبتني، بس يا ربي كمان في سبب أنه لي أبناء عموما لن يستطيعوا إدارة بني إسرائيل، وكانت امرأتي عاقرا. طيب يا زكريا الله يعلم أن امرأتك عاقر، لكن الله يحب يسمع الذلة. أنا يا رب لا حول لي ولا قوة إلا بك، يا رب ترى ما عندي فلوس، يا ربي أنا مسكين، والله يا ربي طرقت كل الأبواب، فعلت كل شيء، كل الأسباب اللي سببتها طرقتها، الآن أنا بين يدك يا رب، أعرض نفسي على رحماتك يا رب، لا تتركني، لا تخيبني يا رب. شوف
قال له وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من